طلاب تانية اعدادي، هقول لك دلوقتي على طريقه كويسه جدا تجيب بيها النتائج المترتبه على كل الغزوات اللي موجوده عندك في المنهج، سواء اللي كانت موجوده ايام الرسول او اللي كانت موجوده ايام الخلفاء الراشدين. بص يا سيدي، كل الغزوات اللي مذكوره عندك في المنهج ما عدا غزوه واحده بس، وهي غزوه احد احنا انتصرنا فيها. يبقى كده دلوقتي في كل الغزوات اللي موجوده عندك هتقول له ايه؟ انتصار المسلمين، لان كل الغزوات اصلا طبيعي اللي احنا انتصرنا فيها ما عدا غزوه واحده بس وهي غزوه احد. دي كده الحاجات اللي موجوده ايام الخلفاء الراشدين واللي كانت موجوده برضو ايام الرسول. طيب تاني حاجه عندنا بيكون في بعض النقط تاني من ضمن الاجابه بتاعتك في النتائج. هتعملها ازاي؟ كل غزوه او موقعه من الغزوات اللي ما بتبقى موجوده عندك، انا مثلا بحارب قريش فاقول له كده ادى الى هزيمه قريش. طيب بحارب مثلا الروم فادى الى هزيمه الروم. وفي نقطه تانية بقى بتكون خاصه بكل غزوه هي المفتاح بتاع الغزوه دي، ودي طريقه عشان تعرف تلم درجات في الامتحان وتعرف تحفظ بيها كل الغزوات وما تتلخبطش